السردين المخلل في 5 ايام بس ولا اجدعها فسخين. هخليكي تاكلي وتعملي احلى سردين، لحمه زبده ومحمر كده. انسي السردين الناشف المحجر. هقولك على كل الاسرار النهارده اللي تخليكي تعمليه بكل سهوله وشطاره، ونتيجته مضمونه 100%، لدرجه ان من كتر حلاوته هخليكي تاكليه في شوكه، وعلى الاقل تكوني ضامنه مصدره. السردين مال السوق الفتره دي، فنزلت جبت كيلو سردين بلدي وغسلته كويس تحت الميه وصفيته من ميته، وجبت طبق اللي هحضر فيه الملح بتاع التخليل. معايا هنا كوبايتين ملح خشن من اي عطار او اي سوبر ماركت، قولوا له ملح خشن او ملح رشيدي. لو جبتيه من العطار ممكن تلاقي فيه حاجات كده تشيليها. هتضيفي منه كوبايتين، عليهم معلقتين شطة حمرا ناعمة، معلقتين شطة حمرا خشنة. الشطة الخشنة دي جبتها انا وطحنتها في البيت، بصوا حتى شكلها والفرق بينها وبين الناعمة اللي بنشتريها جاهزة. وهضيف عليهم معلقتين بابريكا، وده هيخليها لونها احمر حتى ميتها زي ما كان ظاهر في اول الفيديو كده. هقلب بقى الشطة والبابريكا والملح مع بعض كده كلهم كويس، وهجيب اي علبة تخزين او علبة تلاجة كبيرة. ممكن علبة حلاوة فاضية من عند اي سوبر ماركت، ممكن برطمان متوفر عندك، اي حاجة هتقضي الغرض. هضيف فيها كيس كده وافتحه واخلي الاطراف خارجة من العلبة، واضيف فيها كيس تاني واخرج برضو الاطراف من فوق، واجيب اخر كيس ده اللي هضيف فيه السردين. الاول هبدا ان انا ارش فيه الملح، هبدا اخد شويه من الملح كده وارشهم في ارضيه الكيس بالمنظر ده، يعني لازم اضيف تحته وبينهم وفوق. هوزعهم كويس كده في الارضيه من الجناب ومن كل حته. بعد كده هبدا ان انا اجيب السردين انشفه بالمنديل واحشي الخياشيم، وبعد كده هحشي الجلد. هكرر نفس العمليه في كل واحده. معايا منديل ناشف، هبدأ ان انا امسح الجلد، لازم نمسحه من ميته وننشفه كويس من ميته عشان ما يبقاش دي ريحه وحشه او ينتن مننا او يبوظ. فلازم هنشفه كده وان انا احشيه. وفي احجام سردين اصغر من كده، لو انت حابه ده براحتك، مش لازم الحجم ده، تقدري تختاري اللي انت عايزاه. والاتنين سيبهم واحد، هي تقعد 5 ايام بالظبط. هحشي الخياشيم بتاعته كده زيه زي الفسيخ بالظبط. انا صورت طريقه تخليل الفسيخ برضه هتعجبكم قوي، طريقه زبده هنزلها لكم ممكن بكره او الفتره اللي جايه باذن الله. من حلاوته مش هتصدقوا انه معمول في البيت. تخيلي بقى لو خدت الطريقتين وعملتيهم وجنبهم رنجة ونسي الدنيا والعيال والحياة واندمجي في الجمال والأكل ده. أنا هنا كنت خلصت الكمية كلها، شلتهم في طبق جنبي، وهجيب بقى بولة واضيف فيها زيت، وبعدها هضيف شطة وبابريكا، واقلب اقلب اقلب، وابدأ ارص السردين واضيف شوية من الزيت. بصوا اللون عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم ان كل ما تكتروا الزيت كل ما هيطلع معاكي ناعم ومثبت اكتر كده. فانا هرص اول طبقه، بعد كده هاخد زيت وابدا ان انا ادهن بيه من فوق كده، اغطي بيه الكفر من فوق كله. وبعدها هبدا ان انا اخد تاني من السردين ورص، هنرصه عكس عكاس، وبين كل طبقه وطبقه هرش شويه ملح بعد الزيت. يعني هحط واحده راس والديل جنب الراس، راس والديل جنب الراس، مش هيبقى كلهم يعني زي بعض خالص. عايزه اقولك ان الزيت ده بيخليه طري ومثبت جدا وبيحافظ عليه. احاول بقى بين كل طبقه وطبقه ارش ملح واضيف زيت، ارش ملح واضيف زيت. لون الزيت يجنن. الكميه تخلص معايا، هعمل تاني من نفس الصوص كده واضيف فيهم كلهم ملح وزيت، وفوق الملح زيت. بعد ما اخلص الكميه كلها هبدا ان انا ارش ملح من على الوش من فوق. انا هيتبقى معايا هنا شويه زيت تاني، هنزلهم كلهم عادي جدا لدرجه ان انا هضيف زيت لوحده. والملح اللي اتبقى كده هغلف بيه الراس كلها، ال- الوش كله، وابدا ان انا اضيف الزيت بقى. هوريكم دلوقتي هنزل بالزيت يغلي. بصوا الصوص احمر من كتر الشطه ومن كتر البابريكا كان لونها حلو ومركز. انا نزلت كده بالزيت على الطبقه الخارجيه واخر طبقه فيهم كده. حسيت الزيت مش هيكون كفايه، فهبدا ان انا ارش شويه من البابريكا وشويه من الزيت وشويه من الشطه تاني من على الوش، واخد كام قرن فلفل اللي هو الشطه الناشف ده واحطه من فوق. عايزه لكم بيخلي طعمه تحفه اكتر وبيديله لون تحفه، يعني جربيه ومش هتندمي. بعد كده هبدأ ان انا اخد الكيس الاولاني اخرج الهواء منه كويس جدا، اضغط كده واخرج الهواء، وابدأ ان انا اربطه كويس. بعد كده هفك الكيس التاني وبرضه هخرج الهواء كويس جدا. انا مش هكتر الاكياس،
هو مش فسيخ، يعني فسيخ بنحطله يجي 50 كيس، لا ده عادي. بعد كده هجيب الغطا وهقفل عليه كده كويس، واسيبه حوالي في البلكونة ل5 ايام. المفروض يبقى في مكان دافي زي المطبخ او في الشمس. اللي تحت ده الفسيخ، ده كنت دافناه في الرملة. انا كده خلاص كان عدى ال5 ايام، وهبدأ ان انا هفتح عليه. وكان كل ثقة الحمد لله ان هو هيطلع حلو واحلى من المحلات. وحصل وربنا ما غزلنيش، وطلع احلى من افخم محل فسخاني في كيا مصر. نفتح كده، شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. المية بتاعته بقت عبارة عن جمال. الشطة والبابريكا مخليين اللون يفتح النفس كده. هجيب الطبق واضيف فيه السردين، وانزل على الوش بالصوص. شايفين العصارة اللي نازلة؟ شايفين اللون؟ اما ده اللون اللي بره، اللون اللي جوه هيكون عامل ازاي؟ هنزله كده، وهبدأ ان انا هفتح لكم واحدة دلوقتي وهوريكم هي قد ايه مزبدة وقد ايه حمرا من جوه. هبدأ ان انا اشيل معايا اللي خارجة دي، وان انا اشيل الشوكة واشيل الراس. وشوفوا بص اللون، اللهم صل على النبي. بجد عايزة اقولك ان هو نتيجته مضمونة في 100%. مش هقولك حتى 99%، 100%. شايفين اللون؟ تحفة بجد. هبدأ دلوقتي ان انا اخليه عشان يقعد معايا اطول فترة ممكنة. هشيل الراس منه وافتحه واخرج الامعاء كلها منه كده، وهشيل الشوك. انا عايزه اقولك ان ملحه مظبوط جدا جدا. الشطه كده مخليه سبايسي. بس اللحمه بيخرج بكل سهوله من كتر ما هو مستوي ومزبد وطري ازاي. هشيل الشوك كده، وكده كده انا هشيل الراس. تقدري برضو تخليه من الجلد يبقى اللحمه بس عشان يسهل معاكي اكله. بعد كده هبدا ان انا اضيفه بطرمان. بعد كده يكون معايا بطرمان تاني، هضيف فيه زيت وخل. ده بقى زي مادة حافظة كده ليه، وان هو ما يخلوش يكمل سوا او يكمل حدوقة. بعد كده هبدأ ان انا انزل بالسردين كله اللي انا خليته. يا دوبك تطلعي على اكل بالظبط، مش عايزة حاجة اكتر من كده. هاملة كده البطرمان كله. بعد كده اخر حاجة ان انا هعملها الصوص الجميل بتاع التخليل ده. انا مش هرميه، انا هستعمله دلوقتي. هفتح عليه كده وانزل الصوص. بصوا انا هنزل الصوص مش الملح نهائي. بصوا الملح على جنب اهو ظاهر. انا هنزل العصارة دي، هيخليه طعمه سبايسي اكتر واكتر. بصوا ما شاء الله اللون في البطرمان عامل ازاي. هقلبه بقى على الغطا كده، واطلع منه وقت ما اكون عايزة، واقدمه بقى مع بصل، واقدمه بقى مع عيش كده صابح وطري.